أنا بيلا في الرابعة من عمري، وشقيقتي الصغرى في الثالثة. كنا نعيش حياة سعيدة. والدي اليوتيوبر كريستوفر لي. كنا سنرزق بأخ بعد أشهر، وأطلقنا عليه اسم نيكو. ولطالما عبرت والدتي عن حبها لعائلتها، وكانت تصف والدي بأنه العوض الجميل، وتشارك حياتنا المثالية على الإنترنت. ولكن سرعان ما تحولت حياتنا إلى جحيم. تبدأ القصة في 13 من أغسطس عام 18، حيث تم الإبلاغ عن اختفائي أنا وشقيقتي ووالدتي من قبل صديقة والدتي بعدما قلقت عليها. فعندما لم تذهب لزيارة طبيب النساء، وعندما لم ترد على مكالماتها أو رسائلها، هرعت إلى منزلنا. وعندما لم يفتح لها أحد الباب، اتصلت بوالدي الذي كان في العمل، واتصلت بالشرطة. لم يكن هناك أي أثر لكسر أو اقتحام. كل شيء كان طبيعيا جدا. أغراضنا موجودة، هاتف والدتي وسيارتها، إلا خاتم زواجها الموضوع على طاولة، وكأنها قررت الانفصال. ومن هنا بدأت عمليات البحث عنا. خرج والدي على التلفاز طالبا المساعدة، ويعبر عن حزنه وقلقه عن اختفائنا. ولكن كيف يمكن أن يختفي 3 أشخاص من المنزل دون أن يلاحظ شيئا؟ وبدأ التحقيق على أساس هذا السؤال. لم تظهر الحقيقة إلا بعد 7 أشهر، حيث كانت كل الأسهم تشير إلى والدي. لم يكن هنالك دليلا مادي، فقررت الشرطة استجوابه بجهاز كشف الكذب. عندما فشل في الاختبار، وبعد ضغط كبير اعترف بذنبه. في ذلك اليوم المشؤوم، 1:00 ليلا، عادت والدتي من عملها لتكتشف خيانته مع زميلته في العمل. أحست والدتي أن حياتها انهدمت أمامها. دخلت في نوبة صدمة، وكان الشجار حادا جدا. ليفقد والدي أعصابه ويقوم بخنقها حتى ماتت هي وشقيقي الذي في بطنها، ثم وضع جثتها في حقيبة سفر. قال في البداية أن والدتي قامت بحقي أنا وشقيقتي ردا على طلبه للانفصال لتظهر الحقيقة بعد ذلك. كنت نائمة في غرفتي مع شقيقتي. سمعت صوت جدال بين أمي وأبي، ثم ساد الهدوء. بعد ذلك أتى والدي وقال لي ولأختي الصغرى أن نذهب في نزهة. فرحنا كثيرا، ولكننا سألناه مرارا وتكرارا عن أمي ولم يجبنا. وصلنا إلى مكان غريب مليء بخزانات النفط الكبيرة. طلب منا النزول من السيارة والانتظار. شعرت بالخوف، لكنني طمأنته نفسي بأنه سيأتي لنا قريبا. بعد دقائق عاد أبي وهو يبدو غاضبا جدا. أمسك شقيقتي بقوة وخنقها، وأنا أحاول الصراخ والاستنجاد. شاهدته بأم عيني قبل أن يفعل الشيء نفسه معي. لم أستطع مقاومته، وسرعان ما فقدت الوعي. رمى جثثنا بداخل خزانات النفط. بعد ذلك قام بدفن والدتي في مكان قريب، وعاد إلى المنزل وكأن شيئا لم يكن، لتدرك صديقتها غيابها في ظهيرة ذلك اليوم. تم حكمه بالمؤبد بعدما رفضت عائلة والدتي أن يحكم بالإعدام، وقالوا بأنهم لا يريدون المزيد من الوفيات. كما قالت عشيقته بأنها كانت تعتقد بأنهم في مرحلة الطلاق، ولم تكن تعلم بحقيقة الأمور، وكانت قد قامت بحذف جميع الرسائل والمكالمات من هاتفها قبل أن تلتقي مع الشرطة، فلم يتأكدوا إذا كانت متورطة معه أم لا. وهي الآن في برنامج حماية الشهود بعدما تلقت عدة تهديدات وتعرضت للتشهير العام، وأصبحت واحدة من أكثر النساء كراهية في أمريكا، ومنحتها الدولة اسما جديد ومدينة جديدة، وفي نهاية المطاف هوية جديدة. بطلي الخارق كان يبتسم لنا في وجهنا، يلعب معنا، وخنجره مغروس في ظهورنا، يفكر في كيفية التخلص منا منذ فترة، ولم نتصور قط سيقوم بمثل هذا الفعل الشنيع.